طبعًا كلنا عارفين ومدركين كويس أوي قد إيه إحنا بنحب ولادنا وبنموت فيهم ومستعدين نعمل عشانهم أي حاجة في الدنيا، كل أب وأم مستعدين يعملوا أي حاجة عشان خاطر ولادهم. طيب في حقيقة غريبة شوية كده وممكن نستغرب لمّا نسمعها، هي إنه الولاد التانيين برضه اللي هم مش ولادنا عندهم بابا وماما بيحبوهم برضه، بيحبوهم جدًا ومستعدين إن هم يعملوا عشانهم أي حاجة. فإحنا لازم نكون محترمين ده، لازم نكون عارفين ومدركين كويس أوي إنه مش ولادنا هم أغلى ولاد في الدنيا، هم أغلى ولاد في الدنيا بالنسبة لنا إحنا، لكن الولاد التانيين هم أغلى ولاد في الدنيا بالنسبة لأهاليهم، فإحنا لازم نراعي الحتة دي كويس أوي. ما ينفعش أبدًا إن إحنا نسمع إنه حصلت خناقة ما بين طفلين يقوم أب اتدخل وضرب الطفل اللي كان بيتخانق مع ابنه. ده بصراحة تصرُّف غير مسؤول تمامًا وغير مُدرِك لحقيقة إنه الولد التاني ده هو كمان ليه أهل بيحبوه وبيخافوا عليه وعندهم استعداد يعملوا عشانه أي حاجة. مش ولادي بس هم أهم حاجة في الدنيا، لكن كل الولاد مهمين جدًا. لازم أنا أراعي ده، لازم أخاف عليهم، لازم أهتم بيهم، لازم أبقى عارف كويس أوي إن هم ليهم حقوق وليهم واجبات وليهم حاجات أنا المفروض أراعيها. ما ينفعش أتجاهل إنه في أب وأم تانيين بيحبوا ولادهم. لازم أبقى عارف كويس أوي إنه المستوى الاجتماعي أو الفروقات الاجتماعية أو أي فروقات ما بيني وما بين أي طفل تاني ما تخلّيهوش أقل من ولادي. كل الولاد غاليين وكل الولاد محبوبين، علشان كده لازم أنا أكون باراعي كده كأب وكأم، علشان الأهالي التانيين كمان الأبهات والأمهات التانيين يراعوا ولادي، ويراعوا إن أنا باحبهم ويراعوا إن أنا باهتم بيهم. لو أنا ما جيتش على الولاد التانيين وافتريت عليهم وأذيتهم بأي شكل من الأشكال لمجرد إن هم قربوا من ولادي، أنا كمان ولادي ما حدش هيقرب منهم. لازم أراعي الفكرة دي ولازم نكون فاهمين كويس أوي إن إحنا مش ولادنا بس هم أهم حاجة في الدنيا، لكن الولاد التانيين كمان غاليين. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ميرسي وأشوفكم الفيديو الجاي. باي.